مساء الخير متابعين، شلونكم؟ صحتكم؟ يا رب تكونون بخير. فيديونا اليوم نبدي بالصلاة على محمد وآل محمد بكباب العروق. طريقة كباب العروق: نعجن عجينة مثل ما تشوفوها مختمرة عندنا. راح نخلي العجينة هنا، كونوا تعجنوها قبل الوقت عمود تختمر. وراح اخلي هنا بصل مثلهم ثانوته طبعا بالايد، لا محضر الطعام ولا برشته بالبراشة. وهنا عندي نص كيلو لحم ويليه هم غسلته ونشفته. هنا عندي كرفس، واذا عندكم كرات عادي خلوا، كل ما تخلون كمية يصير بيه طعم اطيب. وهنا أنا عندي طبعا بوتيتة بس ما راح ناخذ من عندها كمية هواي، قليل على مود الطعم. وهنا عندي طماطة ثارمتها هم بإيدي ونشفتها عن الماء. وهنا راح نخلي الفلفل الأسود والكركم والملح، نضيفن بس عندنا 3 مكونات. راح أضيفن كمية ملح قليل لأن أنا مخلي للعجينة ملح، يعني بس المواد اللي ضفتها. راح أضيفن فلفل أسود، وراح أضيفن كركم. الكركم راح أضيفه هو تعرفون أنتم ده طعم طيب للخبز العروق أو الكباب العروق. أخلط المواد كليتها ويا العجينة. أكو كباب عروق يخلوا له طحين، أكو ينقعون صمون أو خبز. احنا هسه سويناه المرة بالعجين. دورت الأخ أنا معلمكم طريقة الطحين، وحتى السميد يخلوا له، واي أكو أنواع. فحبايبي هسه ما بدي الفيديو يطول عليكم، راح أعجن المواد كليتها وأرد أراويكم النتيجة. وهنا بنات وصلت بهاي الطريقة، عجنته وكملته، راح أخليه يرتاح فد نص ساعة أو أقل من نص ساعة، وأبدأ أقليه بالزيت. طبعا أكو طريقة للخاف السئلون، عجينة العروق تختلف عن كباب العروق. العجينة العروق ما أخليها، لا أضيف لها طماطة ولا أضيف لها بوتيتة، ما عندها بس اللحم الكرفس والكراث والبهارات والعجينة، وأكثر شيء نخليها يعني ليا. بس عجينة عفوا الكباب العروق يختلف، تحطين المواد كلها تهبي. وإن شاء الله راح أكمل أخليه يرتاح وأقليه وياكم تشوفون شو راح يعطي قرمشة، وشوفوا شلون كباب يخبل. بعد ما كملنا عجينة كباب العروق راح نبدأ نلف وياكم البورق. طبعا البورق أنا كل مرة أسويه بالبيت، بس تعرفون أنتم مدارس وملتهين فاشتريت العجينة جاهزة. راح نبدأ نلف وياكم، وتفيدكم هم للمدارس، تفيدكم لكل شيء. تبدون تقفلوها بمي وطحين بهاي الطريقة. وهاي راح ابدأ الفن وياكم البورق الثاني. طبعا تلف بهاي الطريقة وتصير بهاي الشكل. طبعا انا الكاونتر ماسحته بخل ابيض وعادي اشتغل عليه. اليوم راح اسوي سفرة ولا اروع. ملينا من التمن، ملينا من المرق، ملينا من الدجاج، من السمك صراحة. لا اليوم السفرة كلها مقليات. وهاي عجينة السمبوسة، ناخذ قسم من عندنا لأن بالعجلة تيبس، ما نطلعها كليتها. ومن نكمل هذا اللف نرجع ناخذ بعد. طبعا هاي معلومة لأن تيبس وتكسر. هنا طبعا عندنا البورق كله كملناه ولفيناه بهاي الطريقة. وراح اسوي سمبوسة بهاي الطريقة. خلي الحشو ونبدأ نلف مثلثة.
نريد نخفضها بهاي الطريقة. طبعا كلكم تعرفون أعرف. وهنا أنا مخلية طبعا مي وطحين، تخففوه بس تخلوه كلش خفيف، خففوه بمي الطحين وتقفلوها بهاي الطريقة. هاي حبايبي هنا أنا كملت السمبوسة بكليتها ولفيتها بهاي الطريقة. بدينا نشكل الكباب وشوفوا العجينة مالته، خبل العجينة مالته. بنات جربوها وادعولي. ايش قد ما تمدون بيها وشوفوا العجينة كرفة وشي. طبعا انا ما احب الفيديو يطول عليكم، فراح اكمل كل شكله واراويكم اياه واراويكم القرمشه، يعني من الخارج والبطن صار تستوي من داخل. انا ما احكي لكم، المنظر هو يحكي لكم. شوفوا الجمال. بدي اقلي البورد من اخر وقت وباي وياكم العجل يستوي. أنا أسوي طبعا الحشو قبل فترة، أخليها وبعدين أدور ألفها. هم تصير سهلة العجل يستوى. وهم من يصير عندي مثلا لود بس أطلعها ألفها. عجينة موجودة عندك، الحشو مسويته، يصير عندك سهل، مو كله بيوم واحد، شي عادي تعب. إن شاء الله أنا هم أسوي العجينة مالت البيت، هم راح انزل لكم اياها، انزل طريقتها وهم سهله. حتى القرمشه تبين. بدينا بعد نسوي سمبوسه. هم تاخذ عندكم مقص، والله تفيد اشياء، تفيد مثلا سفرات مدرسيه، مثلا واحد متأخر بالغداء ويجون طلاب المدرسة، دائما هاي تفيد. المنقذة يسموها. وهم تريد نار أقوى، العجل تستوي. أخذ شي قليل ومشي قرمش. راح نخليه بهارات صفراء. طبعا انا قلت لكم اراويكم القرمشه مثل ما واضحه يومكم بالفيديو. راح ابدي احضر الاكل. طبعا العين تاكل قبل المعده. بعد بدينا نحضر الدجاج. مثل تسوون الباذنجان سووا حلقات هو والصوره، ما راح نمر عندكم بالتقلاء ابدا. هنا حبايبي سويت الزلاطة، خيار وطماطة وبصل وجزر، لأن كثروا البصل بهذا الوقت، لأن فايروس عفوا انتو فلاونزا فيفيد بهيج وقت. راح نخليه دبس الرمان. خلينا نقول كوب، كوب. نبي نخلط السلطة إن شاء الله، بس أكملها أقدم لكم. الألوان تفضل. هنا حبايبي راح نسوي وياكم اللبن. هاي إن شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم، واشتراككم لايككم ورفعونا الفيديو، وسهمنا وسهمكم ألف العافية.
يا رب إن شاء الله صبرتنا تعجبكم.